قال توفيق الكليب شقيق الشهيد فهد الكليب أن الأجهزة الأمنية أوقفت السائق الذي تسبب بدهس شقيقه خلال أداء عمله في قطاع الدوريات الأمنية في اليوم الوطني الجمعة الماضية، مشيرا إلى أن التحقيق لا يزال جاريا معه حسب ما تم إبلاغهم به. وأوضح توفيق أن الأجهزة الأمنية والعدلية ستأخذ مجراها في قضية السائق الذي تسبب بحادث الدهس الذي وقع بجوار منتزه الملك عبدالله البيئي في الإحساء، وأن إجراءات التنازل في القضية سابقة لأوانه. وأضاف أن شقيقه فهد كان يمارس مهام عمله في الدوريات الأمنية، وقام بإيصال أولاده وزوجته إلى منزل أهلها قبل بدء عمله، مبينا أنه كان على تواصل مع شقيقه على أن يلتقي معه بعد انتهاء عمله، لكن حادثة الدهس حالت دون ذلك. وبين أن شقيقه قبل انتهاء عمله بنصف ساعة ساعد امرأة كانت تريد أن تعبر الشارع الرئيسي في طريقها إلى بوابة المنتزه، وحين عودته إلى سيارة الدورية التي يستقلها دهسته سيارة كان يقودها شاب متهور بسرعة جنونية. يذكر أن نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان قد وجه بتسمية أحد شوارع المحافظة باسم الشهيد وكيل رقيب فهد بن سالم الكليب، والذي أقيمت الصلاة عليه أمس الأحد، وقدم تعازيه لذوي الفقيد في اتصال هاتف.